احنا قبل كده عملنا محشي الكرنب مع بعض، بس انا النهارده عامله لكم طريقه تقطيع جديده كده للكرنب، سريعه جدا. هتقطعي الكرنب وتسلقيه في اقل من 10 دقايق. وهعمل لكم برضو المحشي، هنكمل بقى المحشي كله للاخر، بس هنركز قوي في الفيديو ده على التقطيع بتاع الكرنب وازاي نسلقه ونقطعه كله مره واحده كده بطريقه سهله جدا. تابعوا معايا يلا. انا عندي هنا كرومبايه حجم وسط، قورتها كده من النص. طبعا هي مش احسن حاجه، انا بعت اشتريتها، مش انا اللي نقيتها يعني. فهي جايه لي عروقها تخينه شويه، وتحس ان هي فيها كرانيش كده ولفه على بعضها. انا حطيت هنا ميه تغلي في الاول، وهناك كده قطعت طماطم عشان اعمل الصلصه. طبعا انا صممت اعملها عشان اقول لكم لو صادف معاكي مره وجبتيها كلها كرانيش وداخله في بعضها كده هنفكها ازاي. احنا لو حطيناها في الحله كلها مره واحده هتتهري منك وانتي بتطلعيها. فانا بغسل الحوض عندي غسله كويسه وبعقمه كده كده. احنا لازم نغسل الكرنب يا قبل السلق يا بعد السلق. فاحنا هنشغل السخان بقى ميه سخنه جدا،